هقول لك على حاجه. كل الملوك هتلاقيهم واقفين نفس الوقفه دي. بصوا كده عند الملك مقدم رجله الشمال على رجله اليمين. ليه بقى؟ دي ليها اسباب كتيره جدا، يعتبروا مثلا 3-4 اسباب. سبب ديني، سبب تقني، وسبب سياسي. السبب الديني ان هم عشان ناحيه القلب. طبعا قدماء المسلمين كانوا ايه؟ مؤمنين بالبعث والخلود، وكان المصري لما يجي يموت كانوا بيسيبوا جوه جسمه القلب، لان هو اللي هيتحاسب بيه يوم البعث عندهم. فهو بيبقى ماشي باتجاه خطوه القلب. اول ما يروح عن مثلا لما يصحى العالم الاخر بيصحى وبيمشي، اول حاجه خطوه بتحط رجل الشمال ناحيه القلب. عارفه اتبع قلبك؟ هو نفس النظام كده، امشي ورا قلبك. فهو بيمشي من ناحيه الشمال كده ناحيه قلبه. ده السبب الديني. السبب السياسي ان دي اصلا ماشيه عسكريه. ماشيه عسكريه، هم بيمشوا الاول برجلهم الشمال قبل اليمين. طيب السبب التقني بقى ان هي دي معموله كده وسايبين المنطقه دي زي ما هي، ما فرغوهاش عشان تحافظ على توازن التمثال. التمثال لو واقف برجلين الاثنين كده ممكن ينكسر، ممكن ايه يقع يتقطم. انما كده بصي، شايفه انت اصلا لو وقفتي كده هتلاقي جسمك ذات نفسه مره واحده اتظبط. فعشان كده بصي تعالي هنا في التمثال ده، هنا كمان ده برضو عند الملك رمسيس. كل التماثيل المصريه هنا برضو اهو عند الملك رمسيس. رجله الشمال قبل اليمين. هنا برضو اهو نفس النظام. فدي هتلاقوها في كل اي تمثال واقف مصري لازم تلاقوه واقف الوقفه دي. تمام؟ بس كده السيد. عايزين زي ننزله بقى ونكتب على الجروب يا جماعه حد نص